مرحبا بكم. اليوم راح نعملوا مع بعض كسرة رخسيس على الطريقة الجزائرية وعلى طريقة ناس الشرق، بالخصوص البنات. كما تعرفوا أنا من الشرق الجزائري. راح نعملوها بأسهل طريقة، والسر يا البنات راهو في الطريقة ماهوش في المكونات تقريبا. يعني إذا كانت الطريقة مليحة والمكونات مضبوطين راح تنجح معكم الكسرة. البنات الكسرة تاع اليوم كما راكم تشوفوا فيها حميمرة مقرمشة، بنينة ملحمة من الداخل، فيها الروح كما نقولوا، رائعة جدا. هذه اللي نحوسوا عليها كاملين. البنات اليوم المقادير راح نمدهم لكم بالكاس وبالميزان، يعني كما حبيتوا هكذا ولا هكذا. المقادير حاضرين. البنات قبل ما نبداو ما تنسونيش اعجاباتكم واشتراكاتكم في القناة. خلوا لي كومونتير شباب كيما نتوما. وقبل ما نبداو بسم الله والصلاة على رسول الله، يلا نبداو. اول حاجه البنات نشوفوا مع السميد. انا هنا البنات السميد نتاعي شريت عادي، ولقيتو السميد هذاك اللي يجي رقيق، مش رطب كامل، سميد رقيق هكذا. وانتوما الوصفه راهي ناجحه مع كل انواع السميد باذن الله. البنات السميد لازمو تغربيله. نغربلوه واش نجيبو السميد تاعنا. هنا انا عندي كيلو تاع السميد البنات. كيلو تاع السميد راني حطيت 6 كؤوس نتاع السميد بالحجم تاع 220 ملي، الكاس تاع 220 ملي. غربلتهم. نعاود لكم، عندي كيلو سميد اي ما يعادل 6 كيسان من حجم 220 ملي. وللأمانة البنات الكاس السادس ما تعمرش، زدت له ملعقتين هكذا، زدت له ملعقتين من السميد ونغربلوه مليح هكذا. اولا باش نهاويوه، وثانيا يعني كاش ما كان فيه ولا نشوفوا تكتلات ولا ورق ولا اي حاجه. الانسان لازم ديما يعمل احتياطه. نجيبوا الملح البنات. هنا كل 3 كؤوس من السميد البنات، يعني كل نص كيلو تاع السميد نديروا له ملعقه متوسطه بيان بومبي تاع الملح. زدت له هنا، انا نحب الزرارة يا البنات. زدت له هنا السانوج، ملعقه متوسطه من السانوج وملعقه متوسطه من الجلجلان. وهذا يبقى شيء اختياري، كل وحده واش حبت. نزيدو ملعقه متوسطه من السكر هكذا كما راكم تلاحظوا، وملعقة متوسطة من خميرة الخبز. يكونوا عامرين مليح يا البنات. هكذا نخلطوا هاد المكونات بيان، المكونات الجافة نخلطوهم مليح البنات مع بعضهم. ونمروا الى الزيت. هنا الزيت انا استخدمت 210 ملي، يعني ما يعادل كأس ناقص أسبوع من الزيت. 210 ملي ولا كأس ناقص أسبوع من الزيت. البنات نعطيكم استيس هنا. هذه لاستيس راني متوارثتها ابن، يعني ام عن جد كما يقولوا. البنات اللي ماهوش مولفه تخدم الكسره رخصيص هكذا تكون مبسه، كي دير الزيت دير عليها الماء، ما تخلطش الزيت كما راكم تشوفوا فيا. انا راني نبسس في السميد الان، ولي تكون يعني مبتدئه وتكسر معاها الكسره وماش تنجح لها وما لقات لهاش الحل، واش دير؟ كي دير الزيت دير عليه طول الماء هكذا، دير عليه نصف كأس من الماء ومن بعد تخلطوا هكذا، ما تكسر لهاش الكسره تاعها في الطاجين. هذه هي لاستيس بالنسبه للمبتدئات باش ما تكسر لهمش الكسره في الطاجين. نتمنى تاخذوها بعين الاعتبار وتردوا عليا بالخبر، راح تجيكم بسه او ميم طون ما تكسر لكمش. هنا البنات راني استخدمت الماء، راني نبل فيها بعد ما بسستها مليح بهذاك الزيت. راني نبل فيها بالماء يكون دافي البنات، لازم يكون الماء دافي ضروري هكذا. انا في الصيف ما ندفيش، نستعملو بدرجه حراره الغرفه، ولكن في الشتاء لابد ندفيو الماء يا البنات. ندفيو الماء ونلم هذيك الكسره تاعي مليح هكذا نطمها. انا هنا استخدمت الكاس الاول كامل، والكاس الثاني خديت منه كاس الا ربع تاع الماء. من الافضل البنات انه تبلوها طريه مش جاريه ومش يابسه، يعني طريه البنات، يعني تقدروا تعجنوها مي مش جاريه كامل، ما راحش تقدروا ديروها في الطاجين. عجينه طريه حاكمه روحها هكذا كما راكم تشوفوا. الكسه تاعنا هنا ما فيهاش الفارينه غير بالسميد هكذا.
وبالنسبة للبنات اللي من داك يعني يزيد يدهم في الماء ويبلوها ويلقاوها زايدة بزاف بعد ما بسوها بعد ما خلوها ريحت، كي جاو يعجنوها لقاوها زايدة بزاف مبلولة بزاف صافي فوق اللازم. واش يديروا لها؟ يجيبوا شوية تاع فارينة ويزيدوا لها الفارينة، ما يزيدولهاش السميد. السميد لازمو التبساس، الا زدتوا لها السميد يا البنات بسوه بشوية تاع الزيت من بعد دلكوه مع الكسرة باش تجيكم مليحة، ما تزيدوش السميد هكداك شايح. هنا الكسرة تاعي البنات أنا خليتها ريحت واحد ل10 دقائق لا أكتر، يعني 10 دقائق فقط هكذا، وراني نبدا ندلك فيها كما راكم تشوفوا راهي طرية مليحة مش يابسة ومش طرية بزاف، يعني تساعدني كما راكم تشوفوا الصورة راهي واضحة. ونبدا البنات ندي ونجي فيها هكذاك بطريقة التقطاع مش بطريقة المسمن، لازم نقطعوها هكذا. عجنتها واحد 3 دقائق وهي أصلًا طرية، يعني عاونتني بزاف في العجن ومبسّة، يعني سهلة وما خداتش الوقت وما خداتش المجهود نهائيًا. هكذا عجنوها واحد 3 دقائق. كاين نسا اللي يحبوا العجن والعجن ديال البنات والله غير مليح، الصحة برك اللي راحت. رجعنا بالعجان الكهربائي وهذاك، والله العجن ينحي الطاقة السلبية، ينحي الضغط، يعني يفورسي العضلات تاع اليد. العجن مليح اللي قادرة تعجن. أنا نحب نعجن الصراحة وعجنتها واحد 3 دقائق فقط هكذا. النسا تاع بكري ما كانوش يشكوا من يديهم ويشكوا، بس كانوا يعجنوا يا البنات، نفرغوا الطاقة السلبية الضغوطات اللي عندنا وميم طون نديروا شوية سبور ليدينا هكذا. نعجنها بطريقة التقطاع كما راكم تشوفوا. عجنتها أنا البنات 3 دقائق للأمانة. لميتها بعد ما عجنتها كما راكم تشوفوا، راح نلمها مع بعضها ونقسمها يا البنات، نقسمها على 3 خبزات. انا هنا درت 3 خبزات متوسطين، اللي يشوف روحها ما تقدرش تتحكم دير حتى 5، واللي تشوف روحها ما تقدرش تقسمها كيف كيف دير الميزان يا البنات. هنا انا كي بديت نعجن البنات راني حطيت الطاجين تاعي يسخن، نطرح الكسرة تاعي نحاول نعمل لها شكل دائري. في الاول ديروا لها الدبزة البنات هكذا ونطرحها. راني جبت الحلال ونطرح فيها هكذا ونحاول نعطيها شكل دائري. اللي ما قدرش تعمل الشكل الدائري تقدر تجيب بابي كويسون تقطعه دائري وتطرح عليه. اللي حبت تجيب سنيوه تطرح من فوقها كما حبيتو، اللي حبت تعمل كما انا عينها هي ميزانها هكذا. نطرحو بالحلال نعدلو بيدينا البنات حتى نكملوها هكذا، من داك بالحلال من داك باليد باش نعطوها الشكل الدائري كما راكم تشوفوا هكذا. نعطوها الوقت البنات، ما نديروهاش رقيقة كامل وما نديروهاش خشينة، يعني العين هي الميزان، ما فيهاش تخميرة بزاف كما شفتوا، وتجي رائعة جدا مقرمشة وفيها هذيك اللحمة الداخل يعني ملحمة شوية، فيها شوية تاع الروح وهكذا. انا هنا الطاجين تاعي هو الطاجين تاع الحديد البنات، نحاولوا انه نديروا له النار ناقصه تحته سينو تتحرق لكم الكسله تاعكم. نديرها ونبدا ندور فيها هكذا كما راكم تشوفوا غير بالعقل ندور البنات. تقبتها بالفرشيطه وبديت ندور ومن داك نتفقدها، يعني ندير موس في يدي ولا اي حاجه ونهزها برك شويه من الطرف ونشوف اذا كان بدات تحمر ولا بدات تصفر نقلبها. انا كي بدات تصفر قلبتها. بعد ما قلبناها البنات نثقبوها بالفرشيطه ونبقاو ندورو حتى نطيبوها حميمره كامله، نعاودو نقلبو على الجهه الاخرى ونحمروها. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. تلاقاكم بخير وعلى خير. السلام عليكم ورحمه الله.